إذا كانت دمشق أو إذا كانت هناك قنوات اتصال ممكن أن تعيد سوريا إلى الحاضنة العربية، ممكن أن تعيد سوريا إلى الجامعة العربية، فلا بد أن تكون هذه القنوات خليجية. ما ممكن أن تلعب أطراف أخرى هذا الدور، مصر، الجزائر، ليس تونس. بالضرورة أن تكون هناك دول عربية، بل هناك ممكن أن مثل ما تفضلت يعني اليوم مصر، تونس، دول العربية البعيدة في شرق أفريقيا، كذلك تونس، كذلك موقف تونس اليوم مشرف حتى جميع الدول العربية. لا نعول كثيرا على الدول الخليجية في تغيير كثير من المواقف في داخل سوريا، لكن هو من الحاضر بالميدان؟ عدم مصداقية هذه الدول. هذه الدول هي اليوم قطع شريان المقاومة ومحور المقاومة، هذا ما تسعى إليه اليوم السعودية. كذلك اليوم السعودية هي في مأزق كبير حقيقة بعد تخلي الإمارات عنها في اليمن، ومستنقع اليمن التي وقعت فيه السعودية تريد أن تغير وتعطي وجه ثاني إلى الدول العربية في التوجه والتقرب إلى سوريا وإلى العراق، بعد أيقنت بأن الحل العسكري ليس هو الحل، بل الحلول الدبلوماسية. الحرب بالوكالة لا تخدم اليوم الدول الخليجية، ولذلك هي تسعى، ولكن تسعى إلى قطع شريان المقاومة في هذه المرحلة. إذن الدول الخليجية اليوم حقيقة، ومجلس التعاون الخليجي ليس بمجلس التعاون الخليجي الذي هو كان في السابق القرار الموحد، بعد أن الخصام الموجود بين قطر وبين السعودية، كذلك حتى ابتعاد بعض الكويت عن سلطنة عمان. يعني كنا نتحدث إمارات، السعودية، قطر، الآن ممكن نقول قطر لديها قراءة والإمارات لديها قراءة والسعودية لديها قراءة. يعني اليوم أصبح هو تفكك واضح في داخل مجلس التعاون الخليجي. في الأزمة السورية نعم، في الأزمة السورية. ولاحظنا عندما كان الإرهاب في داخل سوريا يمول من قبل السعودية ومن قبل قطر، عندما حصل خصام وتصادم بين قطر والسعودية لاحظنا أن حتى هناك صراع بين القوة التي تمول من السعودية وقوة التي تمول من قطر، ولاحظنا تصادم بكثير من الفصائل المسلحة هناك، أي الفصائل التي تمول من قطر تصطدم مع الفصائل التي تمول من السعودية. إذن هناك تفكك كثير في مجلس التعاون الخليجي تجاه قضية سوريا. نعول كثيرا على كثير من الدول، وهناك محاور كثيرة، وهناك ممكن أن نأتي بروسيا هي الداعم الأول للقضية السورية، تركيا وتقاربها في الآونة الأخيرة مع سوريا، تخوف كبير من قبل تركيا بأن الأكراد اليوم وما يسعى الأكراد وطموح الأكراد هو الحكم الذاتي في جنوب سوريا. هذا كله هو تخوف كبير من قبل تركيا. ولكن أنا أعتقد اليوم سوريا تختلف عن بقية السنوات السابقة. سوريا اليوم عبرت الخطوط للخطر. سوريا اليوم تنهض صناعيا تجاريا. أنا قبل أسبوع كنت في سوريا ولاحظت ما شاء الله الوجوه مبتسمة. اختلف الوضع اليوم في سوريا. أي مدن زرت؟ يعني رحت إلى دمشق، رحت إلى السيدة زينب، رحت إلى محافظات، وشاهدت بأم عيني يعني هناك الناس تختلف عن السنوات السابقة في بداية الحرب. ولذلك نسعى إحنا كشعب عراقي، كحكومة عراقية، كجيش عراقي، أن الأمن في سوريا وفي أدلب وتحرير أدلب سينعكس انعكاس إيجابي على الوضع الأمني في العراق. وهذا هو حقيقة يجب أن يكون العراق هو يدخل في هذا المحور. طيب. والآن لدينا حقيقة توجه. هناك مساعي. نعم، هناك مساعي، منها ملف النفط الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بالأمس.